يسعد أوقاتكم أصدقائنا الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل هالأكلة الكثير طيبة، أنا شخصيا كثير حبيتها. هي عبارة عن طبقات الكريب باللحمة المفرومة والبشاميل. أكلة طيبة شكلها حلو. أنا متأكدة أنه رح يحبوها الصغار والكبار، إن شاء الله رح تعجبكم. أول شي بدنا نعمل عجينة الكريب. عجينة الكريب أنا أضفت كوب ماء، أضفت بيضتين، كوب طحين، وأضفت 3 ملاعق كبار من الحليب البودر. إذا كان في حليب سائل فيكم تستغنوا عن الحليب البودر والماء وتضيفوا كوب حليب سائل. أضفت ملعقة ملح، وأضفت ملعقة كبيرة بيكنج باودر، و3 ملاعق من الزبدة الذائبة، وخلطت كل المكونات بالخلاط. راح أترك العجينة على جنب. راح أبدأ بالحشوة. هنا أضفت رأس بصل مفروم ناعم، وأضفت عليه حبة فلفل رومي. وبعد ما تدبل عندي البصل والفلفل الرومي أضفت لهم اللحمة المفرومة. بعد ما تقريبا قلبتهم على النار 10 دقائق أضفت عليهم الطماطم المقطعة، أضفت لهم الملح والتوابل. عندي أضفت بودرة بصل، كاري، بهارات اللحم، أضفت دبس الرمان، إضافة اختيارية طبعا دبس الرمان، بس أعطتها طعم كثير طيبة. بخليهم على النار لحتى يستووا عندي تماما، يتسبكوا مزبوط. بفرغ محتويات القلاية بصحن وبحطهم على جنب لحتى أعمل الخطوة الثانية. طبعا أنا هون عندي جبنة موتزاريلا، راح أبرشها، وفيكم تجيبوها مبروشة جاهزة حسب الرغبة. هون بفرغ الجبنة اللي برشتها بصحن وبتركها على جنب. أنا بجهز كل مكوناتي تكون موجودة جنبي. ببدأ بعمل عجينة الكريب. أول شي بحط طاسة على النار وبتركها لغاية ما تبدأ تسخن شوي، وببدأ أنزل فيها مقدار صغير من عجينة الكريب، لأني بدي إياها تكون رقيقة. طبعا النار عندي راح تكون متوسطة. القلاية لازم تكون تيفال غير لاصقة، أنا ما بدهن القلاية ولا شي. طبعا هذا احنا يعني اللي عاملينه الكريب بالمالح. لو بدنا نعمله كريب حلو نفس الطريقة، بس بنضيف فانيلا. طبعا الآن بدي أعمل البشاميل. بالنسبة للبشاميل أضفت الزبدة وثم الطحين. بالنسبة للمقدار، كل ملعقة من الزبدة عليها ملعقة طحين، وإلها كأس من الحليب. أضفت لهم القشطة، وهذا إضافة اختيارية، وجبنة كيري للبشاميل لحتى أعزز الطعم، وأضفت شوية جبنة موتزاريلا عليهم. أضفت الملح، فلفل أسود، وجوزة الطيب. هاي التوابل اللي استخدمتها للبشاميل. خليهم على النار لحتى قوامهم يصبح عندي شبيه بالمهلبية. ببدأ أطبق الصينية عندي. بحط أول قطعة من الكريب، بضيف عليها من حشوة اللحم المفروم اللي عملتها، بضيف عليها من صوص البشاميل شوية جبنة موتزاريلا، وببدأ أطبق هاي الخطوات حتى أخلص كل كمية الكريب اللي عندي. تقريبا أنا عملت 10 طبقات من الكريب. آخر طبقة طبعا بتكون العجينة، وعليها بغلف البشاميل وجبنة الموتزاريلا، وبدخلها على الفرن على درجة حرارة 250. بحطها على الرف القبل الأخير، وبكون مولعة الفرن من فوق ومن تحت لحتى يتحمر الوجه زي ما انتم شايفين، وبتتقدم ساخنة بالعافية. طبعا أنا أضفت لها على الوجه شطة زي ما انتم شايفين، وهي إضافة اختيارية. كثير بتشهي وطيبة. بتمنى هالوصفة تعجبكم، ويا ريت لا تنسونا حبايبنا باللايك وبالاشتراك لحتى صفحتنا تكبر فيكم ونضل مستمرين. وهون اسمحوا لي أني أودعكم وأحكي لكم إلى اللقاء، وانتظرونا إن شاء الله بفيديو جديد. كونوا بخير.